كان بينها وبين الموت خطوات، ولولا العناية الإلهية كان زمانها في خبر كان. وكل ده بسبب حاجة غريبة عمرها ما كانت تخطر على بال حد. إيه اللي حصل للفنانة سهر الصايغ؟ وإزاي قدرت تنقذ نفسها؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. في الساعات اللي فاتت الجمهور كان قلقان على الفنانة سهر الصايغ اللي كان بينها وبين الموت خطوة، بعد ما الجمهور نشر صورة عربيتها وهي مقلوبة على الطريق. كلام كتير طلع وقتها إنها بين الحياة والموت، وفي اللي قال كمان إن حالتها صعبة. بوستات كتير محدش كان عارف منها الحقيقة فين. وانتشر على السوشيال ميديا إنه سبب الحادثة هو إنها كانت سايقة بسرعة جنونية وده خلى العربية تتقلب. الدعوات كانت في كل مكان والكل كان عايز يطمن عليها، لكن الحقيقة إن كل الكلام ده مش صح، هو بس كان متداول على السوشيال ميديا، نوع من أنواع التكهنات. لحد ما ظهرت سهر بنفسها وكتبت بوست على الفيسبوك وقالت: الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق، قدر الله وما شاء فعل. مش ده المهم، المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقف لك ولاد الحلال. أنا الحمد لله ربنا وقف لي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيا وما سابونيش غير والعربية على الأسفلت. أشكركم جدا وكتر ألف خيركم، حقيقي مصر فيها رجالة. ورغم الدعوات ليها بالسلامة وانبساط الجمهور، إلا إن البعض اتهمها إن البوستات اللي كانت منتشرة كلها كانت ليها يد فيها. قال إيه يعني؟ علشان تطلع ترند والناس تتكلم عليها، على الرغم من إن سهر بعيدة تماما عن موضوع الترند، وحياتها الشخصية بعيدة عن أنظار الناس. وأكبر مثال على ده هو خطوبتها اللي حصلت في هدوء بشكل عائلي، وحتى لما تم الانفصال كان بطريقة كلها رقي. كل اللي عملته إنها نزلت برضه بوست على الفيسبوك وكتبت: اللهم ارزقه خير مني وارزقني خيرا منه. تمت فسخ خطوبتي، رأيت منك خيرا وقابلتك بالخير، فعسى الله أن يبدلنا خيرا. يعني كل حاجة ماشية في حياتها بعيد عن الدوشة، فأكيد يوم ما تحب تكون ترند مش هتعمل كده بخبر الحادثة. تفتكروا بقى ليه الناس فكرت التفكير ده في سهر الصايغ؟ وهل فعلا ممكن حد يستغل موضوع زي ده علشان يكون ترند؟ شاركونا رأيكم في التعليقات وادعوا لها بالسلامة وإنها تتعافى من الحادث في أقرب وقت.